مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. حبايبي فيديونا اليوم راح يكون روتينات وعناية. اليوم طبعا احنا هنا رحت ويا والدتي للطبيب. اني وبنت اخوي طبعا هنا وياي، ووالدتي واخوي اللي وصلنا هنا. بالطريق حبيت اصور لكم ونشوف الاسواق الموجودة بطريقنا مثل ما تشوفون داخل الفيديو. هنا طبعا أنا حبيت أسوي الهريسة اللي طبعا كل شتا أنا أسويها بنات، وكلش طيبة، ويعني هم تدفينا لأن الجو كلش بارد، وأيضا طعمه طيب يكون. أحبه بالشتا أكثر من الصيف. هنا عندي الحبية ويا الحمص اللي نقعته قبل بيوم بهذا الشكل. طبعا خلطتهم وضفت إليهن مي اللحم، لأن والدتي ما تحب اللحم فما خليت بيه اللحم. ولما كملت هنا كان عندي خضرة نقعتهن بهذا الشكل اللي تشوفوه، وخليت إلهن الملح على مود تروح عن البكتيريا. وبهذا الشكل بنات مثل ما تشوفون. هنا ورا ما كملت قدمت الهريسة بهذا الشكل بهاي الصحون، وأيضا زينت الوجه مالته، ضفت له الدهن. هنا هذا طبعا دهن بنات، خليت على النار إلى ما حمى وضفته على الوجه. هنا حبيت أزينه بالدارسين وسويت هاي الأشكال. طبعا هذا هو الشكل اللي إجا ببالي فسويته مثل حرف الزائد. هنا طبعا الطعم روعة ومكانكم خالي بهذا الشكل اللي مثل دا تشوفونه داخل الفيديو. بنات ورا ما كملت حبيت أسوي جلسة سكين كير للوجه وتنظيف البشرة. هنا بنات طبعا عندي هاي إزالة الرؤوس السوداء، الجهاز مالته السمبل منظف الوجه. وهنا عندي جهاز البخار. طبعا هذا جهاز البخار بنات كلش مفيد وينظف البشرة، يعني استخدمته يكون على وجهي. وطبعا روتين عناية بسيط. طبعا هذا الروتين كل أسبوع أسويه، كلش مفيد للوجه، يزيل الدهون، يصحح الوجه. وهذا الشكل حبايبي خلص فيديونا. شكرا لمتابعتكم.